السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح المبدأ الثالث من مبادئ السوليد برنسبل استخدام التايب سكريبت. المبدأ ده اسمه السكوف سبستيتيوشن برنسبل أو مبدأ السكوف للاستبدال. المبدأ ده بيقول أي كلاس ابن لازم ينفع يتحط مكان الكلاس الأب من غير ما يكسر البرنامج. عايزين نشوف الكلام ده عملي بالتطبيق. تمام؟ هنتخيل نفسنا داخلين موقع ونشتري منتجات. هنعمل كلاس اوردرز. كلاس الاوردرز المفروض يشتمل على حاجتين. انت لما بتيجي تعمل عملية شراء داخل اي ويب سايت بيبقى في الخلفية حاجتين اتنين. اول حاجة عملية حساب قيمة المشتريات، تاني حاجة عملية البيمنت نفسها. فانت لا هتيجي دلوقتي تعمل اتنين ميثود. هتقول اول ميثود calculate amount وتخليها مثلا من نوع نمبر عشان ترجع لنا رقم، وتقول مثلا return 100 مثلا، return 1000 مثلا او 100. تمام. وكمان عندك فانكشن تانية اسمها pay، ديت بتكونسول دوت لوج pay، دي عملية الدفع ذات نفسها. يبقى عملية الدفع داخل أي ويب سايت بتتم على مرحلتين، مرحلة حساب الأماونت ومرحلة البيمنت. طيب أنت دلوقتي بالنسبة لك بتخش أي موقع تمام زي الفل، بس في حاجة ناقصة، هي عملية الفري اوردرز أو المنتجات المجانية. المنتجات المجانية ما بتتطلبش البي دي، البي ديت ما بتتطلبهاش. فأنت دلوقتي هتقول لي مثلا كلاس فري اوردرز extends orders، وهتقوم جاي في الكالكوليت اوردرز هتقول له ماشي زيرو مثلا، هتقول له كالكوليت اماونت وهتقول له ريتيرن زيرو. تمام، مفيش مشكله. انما في البيمنت بقى، في البي ما ينفعش هنا تقول له، كونسول دوت لوج بي. ليه؟ لان الموضوع دوت، لان الفري اوردرز اساسا ما عليهاش بي. فانت دلوقتي كانك بتضحك على السيستم بالظبط. يعني انت بتقول له ان في بي ومفيش بي اساسا، لان هو هنا في ده فري اوردرز ما بيتطلبش ما بيتطلبش عمليه البيمنت. تمام. فانت هتقول ماشي خلاص، انا هعمل ثرو نيو ايرور نو بيمنت. كده انت عملت كراش للسيستم كله، كده انت دلوقتي دمرت السيستم كله. فالحل ده غلط تماما، يعني الحل ده كده تماما غلط. نعمل ايه بقى؟ او خلينا نعرف ليه غلط. لان كلاس اللي هو الفري اوردرز ده دلوقتي ما ينفعش يتحط مكان الاوردرز، او بينفذ اللي مكان الاوردرز غلط، او ما ينفعش يورث من الاوردرز. لان الكلاس اللي هو الفري اوردرز ما ينفعش يورث من الاوردرز. كده دلوقتي الميثود دي نفذها بطريقه غلط، فكده ما ينفعش يورث من الاوردر. هنعمل ايه بقى عشان نحل الحل ده كله او نحل المشكله دي؟ هنعمل هنا كلاس تاني ونسميه اوردرز. نعمل بقى حل جديد. تمام، هنسميه اوردر، بس هنا بقى هنخليه ابستراكت. وهقول لك يعني ايه ابستراكت كلاس دلوقتي. تمام. ابستراكت ده يا صديقي معناها ان الكلاس ده ما ينفعش تعمل منه اوبجكت. الكلاس ده معمول بس فقط عشان اي حد تاني يقدر يورث من الاوردر. الكلاس ده وظيفته ان هو اي حد تاني يورث من الاوردر. وكمان هعمل فانكشن هنا مثلا اسميها calculate
calculate amount واخليها من نوع نمبر. تمام. واخليها برضو abstract. يعني ايه abstract برضو ميثود؟ abstract بقى ميثود يا صديقي معناها ان الميثود ديت اي حد يورثها من الكلاس اللي هو اوردر لازم يكتب لها تعريف او لازم يعرفها او لازم يشغلها. اي حد يورث الميثود اللي هي كالكوليت اللي معمول قبلها ابستراكت من الاوردر دي، من الكلاس الاوردر، لازم يعمل لها تعريف او يعمل لها اعاده انشاء. تمام. احنا كده دلوقتي قلنا الحل للطريقه للمشكله اللي احنا كنا عاملينها ديت، ان احنا نعمل فصل للسلوك. احنا دلوقتي فصلنا الكالكوليت اماونت في حته، فصلنا الكالكوليت اماونت اهي. لسه كمان عايزين نفصل الباي بحيث ان احنا نفصل الاثنين عن بعض. هنعمل هنا انترفيس باي ونخليه في ميثود باي من نوع void. تمام كده. احنا كده عملنا فصل للسلوك، فصل للميثودز. تمام، مختلفين. هنا بقى نقدر نعمل كلاس ونسميه paid order. كلاس لازم يكون كابيتال. تمام. ونسميه كلاس paid order ونخليه بقى extend من الاوردر، وكمان يمبلمنت الباي. كده انا بجبر الكلاس ده اي حد عايز يدفع منتج عليه قيمه او عليه فلوس لازم يكستند الاوردر ولازم يمبلمنت الباي. هنعمل هنا، هنقوم قايلين هنا ونقوم. هو هنا في الباي بيقول لك دلوقتي في حاجتين، في اتنين ايرور. انت دلوقتي فين ميثود الباي وفين فين ميثود الباي وفين ميثود الكالكوليت اماونت. فاحنا هنا دلوقتي هنعمل كالكوليت اماونت، وانا كنت قايل لك ان احنا عاملينها ايه ابستراكت، بحيث ان اي حد يجي يورث الكلاس اللي هو اوردر لازم يعرف الفانكشن الميثود دي. تمام. هنا ونقوم قايلين مثلا كالكوليت وريتيرن مثلا 100. تمام. لسه برضه ضارب لك ايرور على البيد اوردر، ولاحظ ان هم خسوا يعني خلوه بدل 2 ايرور بقى ايرور واحد. بيقول لك فين بقى ميثود الباي اللي انت دلوقتي عامل لها امبلمنت هنا. هتقوم قايل له الباي اهيت، خليها مثلا console.log باي. بص بقى ازاي هعمل كلاس الفري باي. كده احنا عملنا كلاس البيد اوردر، ولسه كلاس اللي هو الفري باي هنخليه بس يكستند الاوردر. بيقول لك بقى طالما هتكستند الاوردر يبقى لازم تعمل اللي هي فانكشن كالكوليت اماونت. كالكوليت اماونت بقى هتيجي تعرفها هنا كالكوليت اماونت، هتقوم قايل له بتريتيرن 0. وبكده يا صديقي انت قدرت ان انت تعمل 2 كلاس للبيد اوردر وكلاس للفري اوردر. والميزه عندك ان انت فري اوردر، احنا قلنا ان الفري اوردر ما فيهاش باي، فما طبقناش اللي هي الميثود بتاعت الباي، ومش هنطبقها ليه؟ لان الفري اوردر مش محتاجه بيمنت، اما البيد اوردر بتحتاج بيمنت، لذلك طبقنا الميثود اللي هي الباي. وبكده نكون فصلنا اللي هو السلوك عن بعضه.
لان هنا السلوك هنا كان مرتبط ببعضه في نفس الكلاس. لو جينا نشغل ده تاني كده هتلاقي ان البي والكالكوليت اماونت، الاثنين في نفس الكلاس، انما هنا فصلناهم عن بعض، عملنا واحده بابستراكت كلاس والتانيه بانترفيس. لذلك بقينا نعرف نورث الحاجات اللي احنا عايزينها بس. يعني نورث البيد اوردر عايز يورث البي والكالكوليت اماونت، انما الفري بيد عايز يورث حاجه واحده بس وهي الكالكوليت اماونت. وكانت دي فكره اللي هي المبدأ الثالث من مبادئ السوليد برنسبل. والسلام عليكم.